بيبدأ الملخص بتاعنا بمشهد غريب في مصحة عقلية بعيدة ومعزولة مع بنت جميلة وشابة اسمها يونج، وهي بتتكلم مع ست كبيرة وشيك جدا اسمها كانج، وبتقول لها يونج باستغراب انها مش فاهمة سبب انها جاية ب 500 مليون وشنطة فلوس وعايزاها تشتغل معاها، وان هي مش فاهمة هي عايزة ايه من بنت عندها مرض عقلي ومحبوسة هنا. وساعتها بتقول لها الست كانج بجدية انها عايزاها تشتغل معاها في مهمة خاصة جدا، وهي انها تخرج اختها تينا من بال ابنها وتخليه يكرهها وينساها. وبتعرفها ست كانج ان ابنها هارو معجب باختها تينا وكان على علاقة حب بيها، ولكن هم كعيلة عارفين انها بنت مش كويسة وطماعة. ولما طلبوا منها تبعد بالذوق قالت انها تبعد ولكن بشرط انها تاخد 100 مليون كاش. ولما اخدتهم فعلا كلمته وقالت بتمثيل ان هم اللي ادوها الفلوس بالاكراه والتهديد، وقالوا انها لازم تبعد عنه عشان ما يأذوهاش، وان هو دلوقتي واقع في سحرها وبيحاول يرجع لها ومش مصدق امه، وان هم عارفين ان يونج مش مريضة نفسية ولا حاجة، وان مرات ابوها واختها تينا هم اللي دخلوها هنا ظلم عشان يخلصوا منها. وبيقولوا لها ان هي تاخد الذهب ده كله والفلوس دي كلها ليها كمكافأة لو هي وافقت. وساعتها بتقول يونج بتفكير انها قبلت مهمة انقاذ الابن الغني من خبث اختها، وبيدوها هوية جديدة وشخصية جديدة، وبيقولوا ان هي هتيجي في هوية خطيبة ابنها اللي جاية من الريف واسمها لين. وبتقول ام كانج انها شايفة فيها كل حاجة حلوة وانها البنت المناسبة للدور ده. وتاني يوم بنشوف تينا وهي قاعدة في الفصل في الكلية، وبتقول للبنات والشباب اصحابها بتمثيل انها زعلانة جدا ومقهورة لانها اكتشفت ان حبيبها هارو عنده خطيبة موجودة في الارياف وان اهله فرضينها عليه. وساعتها بيقولوا اصحابها بغضب انها جاية النهاردة وانهم يعلموها الادب ويربوها عشان ترجع بلدها وما تفكرش تاخد هارو. وبتقول تينا في نفسها بخبث ان النهاردة لازم تفضل مسكينة وضعيفة لحد ما تقدر انها تتمكن وتخلص منها. واول لما بتخش يونج الفصل وهي لابسة لبس بسيط وريفي بيحدفوا عليها جردل مليان ميه وسخه، وبيقولوا بتنمر ان هي غير مرغوب فيها هنا وان هي جايه تخرب علاقه احلى كابلز في الكليه. ولكن هي اول لما بتطلع الماسك وبتمسح وشها وبتقول ببراءه ودموع ان هم ظالمين وان هي مش جايه تخرب العلاقه ولا حاجه، ولكن هم اهله واهلها اللي عايزين كده وانها مجبره. ولكن بتكون تينا مستغربه جدا ومصدومه من شكل يونج لان هي عارفه ان دي اختها اللي في المصحه، وبتقرب منها وبتقول بصوت واطي ان هي عارفه انها مش بتحبها ولكن مش لدرجه انها تمثل انها حبيبه خطيبها وتيجي لحد هنا. وبتفهم تينا زمايلها بصوت عالي ان دي اختها المجنونه وكانت في المصحه بتتعالج، وان هي قبل ما تخش قالت بتهديد انها تاخد كل حاجه بتملكها، ولكن عمرها ما كانت تتوقع انها تهرب من المستشفى وتيجي لحد هنا عشان تاخد كل حاجه ما بين ايديها وتخرب حياتها. وساعتها بتقول يونج بتمثيل البراءه ان تينا بتختلق روايه كامله وكذب عشان بس تطلع ان هي بنت سيئه. وفعلا زمايلهم بيقولوا بشك ان القصه بتاعتها دي غريبه جدا لان صعب قوي تهرب من مستشفى الامراض العقليه بالحراسه دي وتيجي لحد هنا. ولما اختها تينا بتقرب منها بعصبيه وتطلب منها تقول الحقيقه قدام الكل، بتطلب يونج منها بهدوء انها تصدقها، وبتحس يونج ان هارو جاي من ظهرها فبتزق نفسها على ورا بمهاره وبتقع ما بين ايدين هارو اللي بيمسكها قبل ما تلمس الارض. وبتكون دي طبعا خطه ذكيه من يونج وبتشكره جدا بخجل على انقاذه، وبتبص له نظره جميله جدا وبريئه. ولما بتحاول تينا انها تضربها بغل بيطلب منها هارو تهدى شويه وما تتهورش لانه بيحبها ولكن دي في الاول والاخر خطيبته اللي اهله طلبوا ان هي تكون معاه، وانها لو ضربتها اهله هيرفضوها اكتر وهيعملوا مشاكل. وبعدها بيقدم هارو هديه غاليه ليونج عشان يصالحها، ولكن هي بتلاقي انها غاليه جدا ومبالغ فيها، وعشان كده بتقول بتواضع انها مش هتقبلها وان هي بنت ريفيه بسيطه مش عايزه الكلام ده ولا يهمها المظاهر، وان هو ممكن يدي تينا الهديه لان هي احق بيها. ولما بترفض تينا بغيظ بتقول يونج ببراءه خلاص بلاش تينا، وبتعرض الهديه على صديقه تينا الانتيم وبتقول الهديه دي هتكون جميله جدا عليها. وساعتها البنت بتفرح وبتقول ان هما من النهارده هيكونوا اصدقاء مقربين. ومن هنا بيبان لكل شخصيه يونج وان هي بنت طيبه وكويسه جدا، وخساره فيها ان هما يأذوها. وبالليل يونج بتكون خارجه مع هارو من الجامعه بيتمشوا، وفي اولاد بترمي عليها كره سله بالغلط وعشان كده بتترمي في حضنه بخوف وبيقربوا جدا من بعض في لحظة رومانسية. ولكن في وقتها بيجي أبوها بالتبني وبيضربها بالقلم وبيقول بصوت عالي إن هو تبناها عشان كان عقيم، أو هو كان فاكر كده يعني قبل ما يخلف تينا، ولكن هي النهاردة جاية تسرق حبيب أختها وتخرب بيتها. وفي وقتها بتفتكر يونج يوم زمان لما كانت طفلة صغيرة وأختها تينا بتحاول تاخد اللعبة بتاعتها بالعافية ورفضت، وساعتها تينا وقعت نفسها على الأرض ومثلت قدام أهلها إن يونج هي اللي ضربتها، وبعدها أهلها رموها في الريف مع جدتها عشان يخلصوا منها. وبنرجع دلوقتي وبنشوف إن هارو بيستفسر باستغراب فبيعرف منهم
لهم موضوع المرض العقلي وكل الكلام ده وانها مجنونه، ولكن طبعا بعد الكلام ده كله هي بتقول بدموع ان هي مش عارفاهم وان دول مش اهلها، وان هي بتتمنى يكون لها اب وام زي دول حتى لو هيضربوها كل يوم من كتر ما هي يتيمه. وساعتها بيقول لهم هارو بصرامه ان هم كده بيظلموا البت وان هو عايز دليل مادي على كلامهم. وساعتها بتحاول امها انها تجيب صوره ليها على التليفون، ولكن مش بتلاقي ولا صوره لانهم كانوا مهملينها. ولما بيقولوا ان هم ممكن يتصلوا بعميد المستشفى عشان ياكد كلامهم بيلاقوا ان التليفون مغلق. وبتعرف يونج في سرها ان والدة هارو عملت كل اللي عليها عشان تخفي اي حاجه تخصها وتمسح تاريخها. ولما تينا بتيجي وبتاكد كلامهم بيكونوا اهلها عايزين ياخدوها بالعافيه ويشدوها، ولكن هارو بيتدخل بقوه بيقول ان هو مش عايز حد يجي جنبها، وبيزعق لتينا وبيقول بخيبه امل ان هو كان فاكر انها مختلفه عن اهلها، ولكن من الواضح كده ان هم شبه بعض في الأسوأ. وبتكون تينا حطت نفسها في موقف وحش قوي وخسرت نقاط كتير عند هارو. وتاني يوم الصبح بنشوف يونج وهارو هم على سفرة الفطار مع اهله، وبيقولوا لهارو بجدية انه لازم يتجوز في اقرب وقت عشان يستقر. ولكن يونج بتحاول انها تطلع بنت كويسة ومقدرة، وبتقول لهم ان هي مش عايزاهم يحملوا هارو فوق طاقته، وان هو ممكن مش عايز يتحمل المسؤولية دلوقتي ولسه بدري. وساعتها نظرة هارو بتتغير لها تماما وبيحس انها بتفهمه وبتقدر ظروفه مش زي تينا اللي بتضغط عليه. وبالليل بتكون يونج بتستحمى، ولكن بتكون في غرفة هارو الخاصة، وهو طبعا بيخش عشان عايز يستحمى هو كمان ومش عارف انها جوه. واول لما بيبص عليها وبيشوفها بالفوطة بيتكسف جدا وبيلف وشه، وهي ساعتها بتكون عارفة ومخططة ان هو بره، وبتمثل انها بتتزحلق وبتقع، وعشان كده بيخش يساعدها بسرعة، ولكنه بيتكسف وبيخرج يجري. ولما بتخرج من الحمام بتعتذر بخجل على الموقف وبتقول انها اخذت القميص بتاعه عشان مش عندها اي هدوم تلبسها. وساعتها بيخرج جري وبيرجع معاه بيجامة مريحة وبيطلب منها تلبسها. وساعتها بتنزل يونج صورة على الستوري بالبيجامة وبتقول انها مبسوطة جدا باول هدية من خطيبها. وتاني يوم يونج بتقابل تينا في الجامعة، وتينا بتطلب منها ببرود ان هم يرجعوا على البيت عندها عشان تتكلم معاها وتصفي الامور، وبتوافق يونج. واول لما بيرجعوا على البيت بتقول تينا بتهديد ان هم دلوقتي لوحدهم، انها مش عايزاها تتظاهر بالغباء وانها كشفتها. وبيظهر فجأة 3 من الشباب البلطجية وبتقول لهم تينا انها مش عايزة يونج تخرج من هنا سليمة. وساعتها يونج بتضربها بالقلم على وشها وبتقول بتمثيل ان هي غريبة جدا وانها مش فاهمة هي ليه بتعمل كده معاها، وان هم لو لمسوها بس ساعتها هتلبسهم مصيبة لان هم دلوقتي في بيتها هي. وساعتها بتقول تينا بخبث ان هم مش هيضربوها هي، وانها تتظاهر بان يونج هي اللي اتكلمت مع الرجالة دي عشان يأذوها، وان هار دلوقتي جاي في الطريق، يعني بعد دقيقة واحدة بس هيكون هنا وهيشوفها وهي واقفة مع الرجالة ويفتكر ان هي اللي جايباهم. واول لما بيوصل هارو يونج بتتصرف بسرعة جدا وبذكاء، وبتمسك واحد من البلطجية وبتعضه في ايده وبتخليه يرميها بعيد بقوة، وبتتخبط في الترابيزة وبتقع على الارض وتتعور عشان تبان انها كانت بتنقذ تينا. وقبل ما يغمى عليها بتطلب منه بضعف ينقذ اللي بيحبها، وهي مش مهم تموت بس هو قلبه بيتحرك وبينقذها هي الاول. وبنشوف ان تينا في المستشفى بتحاول تقول لهارو ان يونج عملت كده ومثلت عشان تكسب الاستعطاف وانها كدابة، ولكن هو بيقول بعصبية انه عيب جدا واحدة كويسة وشجاعة زي يونج تساعدها وتضحي بنفسها وتحافظ على حياتها وهي تتكلم عليها بالسوء ده، وان ده جحود. وبيسمع صوت تكسير كوباية جوه في الأوضة عند يونج، واول ما بيخش بيلاقي ان يونج مش قادرة توصل للكوباية عشان تشرب وبيطمن على صحتها. وساعتها بتقول بابتسامة ان هي مش مهم وان المهم هي تينا، وانها مستعدة تضحي بحياتها عشان خاطر بس الناس تكون مبسوطة. وطبعا هارو بيشوف شخصية يونج الكويسة والمثالية، وساعتها يونج بتقول لتينا بتمثيل الحزن ان هي ممكن فعلا تكون ريفية وبسيطة ومش عايزة تكون صاحبتها، ولكن هي عمرها ما فهمت هي ليه بتكرهها من ساعة لما جت ومش بتعملها كويس حتى بعد ما انقذتها. وبيقول هارو بغضب لتينا ان هي بنت نكرة للجميل عشان يونج تنقذ حياتها وتعرض نفسها للخطر وهي تعملها بالاسلوب الجاف والقاسي ده، وانها لازم تراجع نفسها. واللي بيأكد كلام يونج بيثبت براءتها قدام الكل هو صديقة تينا الانتيم اللي بتيجي فجأة وبتقرر انها تشهد بالحق، وبتقول قدام هارو انها سمعت بودانها تينا وهي بتعزم يونج على البيت عندها، وان يونج هي اللي كانت رايحة بحسن نية على اساس ان هم يفتحوا صفحة جديدة ويكونوا اصدقاء، ولكن واضح كده ان تينا كانت بتوقعها في فخ دنيء عشان تأذيها وتطلعها هي الغلطانة. وطبعا الكلام ده بيقلب تفكير هارو 180 درجة وبيخليه يغير نظرته لتينا تماما، وبيحس انها مخادعة ومش بتكون تينا فاهمة يا صاحبتها دي بتعمل معاها كده ليه. فبتقول البنت بجرأة انها زهقت من الدور التابعة اللي تينا عايزة انها تخليه تعيش جواه وانها مش هتشترك في المؤامرات دي تاني. وبعدها بنشوف هارو راجع البيت مع يونج وتعبيرات وشه كلها حيرة وضيق، واهله بيستقبلوها بقلق وبيقول ابوه بصرامة انه عايز تفسير حالا عن اللي حصل ده وعن سبب المشاكل اللي بتحصل كل شوية، وبيقولوا ان تينا هي السبب للمرة التانية وانها لازم تبعد عن حياتهم. ولكن يونج بتفاجئ الكل وبتقول بتمثيل البراءة ان هي اللي غلطانة لان هي راحت لحد عندها وكان المفروض تكون احرص من كده. وطبعا هارو بيستغرب جدا من انها بتدافع عنه وعن الموقف، وبتقول بشجاعة ان هو برضه غلطان لان هو لسه على كلام وتواصل مع تينا وانه ادالها المساحة دي. ولما اهله بييجوا يلموه بتقول يونج بسرعة ان هو مش لازم يشيل الغلط لوحده وان دي مسؤوليتهم هما الاتنين
سنين. هو بيستغرب جدا من شخصية يونج الطيبة والمتسامحة دي، لأنه عمره ما قابل حد زيها بيفضل مصلحة غيره على مصلحته، وأهله بيكونوا بيسمعوا كلامهم وبيلاحظوا نظرات الإعجاب المتبادلة، وإن هما الاتنين بقوا أقرب وبيتكلموا مع بعض أكتر من الأول، وبكده الخطة بتكون ماشية صح. وبيقدم هارو هدية شيك جدا ليونج بالمناسبة اللي هي عملتها وإنها استحملت عشانه. وساعتها بيقول هارو بصرامة إن هو في الأول كان بيعتبرها بنت ريفية بسيطة وجاية تنصب عليهم عشان فلوسهم، ولكن النهارده شافها بطريقة مختلفة تماما وشاف معدنها الأصيل. وساعتها بتشكره يونج جدا بخجل على اللي هو بيعمله معاها، ولكن في الوقت ده بتيجي له رسالة على تليفونه من تينا بتشكره فيها على الوقت الجميل اللي كانوا بيقضوه سوا زمان، وبتقول إن هو لو لسه بيحبها يجي حالا على الجامعة عشان تودعه. وبيقول ليونج بتوتر إن هو بيعتذر إن هو رايح مشوار مهم وجاي. ولما بيروح حديقة الجامعة بيلاقي إن تينا عاملة تورتة ومجهزة جو رومانسي وبتعتذر منه بدموع التماسيح، ولكن بتيجي يونج في الوقت المناسب لأنها بتكون شافت الرسالة خلصة. وطبعا تينا لما بتشوفها بتحاول إنها تمثل الطيبة زيها وبتعتذر وبتقول إنها كانت غلطانة في حقها وإنها النهارده بتعتذر قصاد كل الناس، وبتقول بمسكنة إن المهم عندها هو إن هارو يكون مبسوط حتى لو مع غيرها. وبتكون تينا قدرت المرة دي بذكاء إنها تحقق نقطة وتخلي شكلها هي الضحية المضحية. وبالليل هارو لما بيرجع البيت متأخر بتكون يونج مستنياه وقلقانة، وبتقول إنها كانت شايفاه في الصور اللي صحابه نزلوها على انستجرام وهو موجود في البار بيشرب، وعشان كده استنته لحد لما يرجع عشان تطمن عليه. وبتقول إنها حضرت شوربة خاصة عشان ياكل ويفوق، ولكن وهي بتصب الشوربة السخنة هو بيتلسع غصب عنه. وساعتها بتهتم بيه يونج جدا وبتمسح مكان اللسعة بحنية وخوف حقيقي، وهو بيستغرب من الاهتمام الزيادة ده وبيبدأ قلبه يدق ناحيتها ويحس إنها فعلا زوجة مثالية. وتاني يوم الصبح بدري بنشوف يونج وهي واقفة في الجنينة الخلفية للفيلا مستنية شخص غريب غير هارو، وأول لما بيتقابلوا الشاب ده بيحضنها بقوة، وبتكون تينا بتراقبه من بعيد ومستخبية ورا الشجر، وبتفضل ماشية وراهم بتتصنت لحد لما بيقفوا سوا. وبتقول يونج للشاب ده بصوت واطي إنها مش عايزاه يقرب قوي ولا يظهر في الصورة لأن هي تعبت جدا لحد ما قدرت تثبت رجلها في البيت ده وتكسب ثقتهم. ولما تينا تسمع الكلام ده بتفضل منبهرة ومصدومة إن يونج قدرت تضحك عليهم كلهم وتمثل دور البريئة، وبتسمعها بتتفق معاه إن هما بالليل الساعة 8 هيتقابلوا في فندق مشهور في الأوضة رقم 101. وساعتها تينا بتفرح جدا إنها مسكت عليها دليل الخيانة، وبترن على هارو وبتقول له على نفس العنوان، وبتقول إن هو يجي بالليل ضروري عشان هتحضر له مفاجأة هتكشف له كل حاجة. ولكن بعد ما تينا بتمشي بنشوف إن يونج بتخرج من ورا الزرع بابتسامة نصر، وبتعرف أصلا إن تينا كانت بتراقبها وهي اللي عاملة المسرحية دي كلها ومأجرة الشاب ده عشان يمثل معاها. وبالليل أول لما بيروح هارو مع تينا على الغرفة في الفندق وتينا كلها حماس، وبيفتحوا الباب فجأة بيلاقوا المفاجأة ان في حفلة عيد ميلاد كبيرة وتجهيزات، وبيفتكر هارو ان تينا فاكرة عيد الميلاد بتاعه وانها عاملة كل ده علشانه، وبيقول بتأثر ان هو بيحبها جدا وانها لسه فاكراه. ولكن فجأة النور بينطفي وبتخش يونج مع التورتة وهي بتغني وبتقول انها تعبت جدا في التحضير ده كله. ولما بيقول هارو بذهول انت اللي عملتي كل ده، بتقول يونج بكذبة عشان تحرج تينا ان تينا برضو كانت فاكرة وطلبت منها تعمل ده وتساعدها في التحضير. ولكن هو بيفكر للحظة وبيقول في نفسه انها قالت كده بس عشان هي قلبها طيب ومش عايزه انها تكسف تينا وتطلع شكلها وحش. وساعتها تينا بتصرخ وبتقول ان هي بتكذب وان النهارده كانت جايه عشان تكشف خيانتها مع واحد غيره. وساعتها يونج بتمثل البراءه والدهشه وبتقول انها مش فاهمه هي ليه بتقول كده. ولما بتقول تينا انها سمعت يونج وشاب تاني النهارده بيتكلموا عن ليله غراميه، يونج بتقول بحده انها عمرها ما تسمح لها انها تتكلم عليها بالاسلوب ده وتطعن في شرفها. وهارو بيتعصب جدا بيقول لتينا ان يونج دايما بتقف في صفها وبتحاول تساعدها وتداري عليها، ولكن هي دايما بتقف ضدها وبتحاول انها تبوظ سمعتها. وبياخد يونج من ايدها وبيخرجوا بره الفندق وبيسيبوا تينا تغلي من الغيظ. وتاني يوم في الكليه بتكون تينا قاعده بتعزف بيانو بمهاره واحساس عالي، وبيسمعها هارو بيفضل واقف جنبها مسحور بالموسيقى. وبعد لما بتخلص بتساله بنظره كلها حنين اذا كان فاكر المعزوفه دي ولا لا، وان دي المعزوفه المفضله ليهم من ايام الثانوي وذكريات حبهم، وبتكون عايزه تتقرب منه وتستغل اللحظه. ولكن يونج بتوصل في الوقت المناسب وبتعتذر منهم بابتسامه وبتقول انها جت في وقت غلط، ولكن هو بياخدها وبيقول ان هم بيتمرنوا انها ممكن تتمرن معاهم. وبتقول تينا بتحدي وغرور انها بتتحداها في العزف وتقعد تعزف مقطوعه صعبه جدا، وبعدها بتطلب من يونج انها تقعد مكانها وتعزف لو تقدر. ولكن يونج مش بتكون عايزه تعزف وبتمثل الخوف والتردد، وعشان كده بتقفل غطا البيانو التقيل على ايدها فجاه وبتصرخ وبتتهم تينا ان هي اللي عملت كده وانها قفلت البيانو على ايدها عشان تكسرها. وساعتها هارو بيتعصب عليها جدا وبيقول ان هي خلاص كده جابت اخرها لانه كان بيعدلها حاجات كتير جدا، ولكن هي كده اتمادت جدا في الاذيه. وبياخد يونج وبيخرج وهو شايف
شايلها خوفا عليها. وطبعا يونج وهي في حضنه بتستفز تينا وبتطلع لها لسانها بانتصار قبل ما تمشي وتختفي. وفي محاضرة الموسيقى المهمة اللي بيحضرها كبار الأساتذة، تينا بتعزف قصاد الكل وبتكون طبعا كويسة جدا ومتمكنة، والكل بيقول ان هي اكيد هتكسب المسابقة دي، ولكن هي بتقول بغرور ان هيكون عندها منافسة قوية جدا مع لين البنت الريفية الجديدة عشان تحرجها. وبتقول يونج بره القاعة وهي سامعاها ان تينا ساذجة جدا لانها فاكرة ان هي مش هتعرف تعزف احسن منها وانها مجرد فلاحة. وبتخش يونج القاعة وهي لابسة فستان جميل جدا وشيك، وبتقعد على البيانو بثقة وبتبدأ انها تعزف، والكل بيتفاجئ منها ومن احترافيتها. وبتقول لجنة التحكيم بذهول ان هم اول مرة يسمعوا المعزوفة الجميلة دي والاحساس ده في الكلية. ولما بيجوا يعلنوا عن الفائز بتكون يونج هي اللي بتكتسح، وبيقولوا ان يونج هتكون حاجة كبيرة جدا في عالم الموسيقى والغنى. وبعدها بتروح يونج تحضن تينا قدام الناس وبتقول لها بصوت واطي ان هي اتعلمت العزف من هم صغيرين وان هي مش جاهلة زي ما هي فاكرة. وبعدها بتمثل فجأة ان تينا زقتها وبتوقع نفسها على الارض، وبتقول لها بصوت عالي انها كسبت ولكن مش شرط ان هي عشان كسبت تينا تعمل فيها كده وتزقها. وبتطلب من اللجنة بدموع انها تدي تينا المركز الاول بدل اللي هي بتعمله ده عشان ما تزعلش. وساعتها اللجنة بتقول بصرامة ان دي مسابقة شريفة ومش لعبة اطفال. وساعتها تينا بتفقد اعصابها وبتقول انها زودتها جدا وان هي مش فاهمة اللي هي بتعمله ده، وبتكون هتضربها بالقلم قدام الكل. وهارو بيمسك ايدها وبيقول لها انها كده خلاص اتجننت رسمي وان الغيرة عمتها، وبيقول ان هو هياخد يونج ويمشوا من المكان المسموم ده. وتاني يوم بيرجع هارو على البيت ويكون معاه شنط كتير جدا وماركات عالمية، وبيقول ليونج بحب ان الحاجات دي كلها ليها وان هو جاب لها فساتين على اعلى قدر من الجودة عشان تليق بيها كخطيبته. وبعدها بيمشي، فبيسقف لها ابوه باعجاب وبيقول ان في شهر واحد بس قدرت انها تحقق نتائج مذهلة وتخلي هارو ينسى تينا تماما ويتعلق بيها، وان هو مبهور بذكائها وبيخلي مراته تديها فيزا كارد، وبتقول ان دي فيها 50 مليون مكافأة اضافية على تعبها. فبتقول لهم يونج هي بتزق الفيزا ان هي مش عايزاهم وانها عايزة تكمل في المسرحية دي من غير ما حد يعرف ومن غير مقابل، لانها حبت هارو بجد ومش عايزة تخدعه بالفلوس، وده بيخليهم يثقوا فيها اكتر واكتر، وهي بتخطط انها تمتلك كل حاجة بجد مش بس الفلوس. وبعدها بنشوف حفلة كبيرة جدا وفخمة في الجامعة، والانوار مالية المكان وكل الناس المهمة موجودة، واهل تينا بيكونوا معاها وشكلهم متحفز جدا، وبيقولوا لبعض ان النهارده هو اليوم الموعود ولازم يرجعوا يونج للمكان الطبيعي بتاعها، وانهم يعرفوا الكل حقيقتها وانها كانت محبوسة في مستشفى الامراض العقلية عشان يثبتوا للناس ان ده هو المكان اللي هي تستحقه وانها مجنونة وخطيرة. واول حد بيقابلوهم في الحفلة هم عائلة هارو اللي اصلا مش بيكونوا طايقينهم ولا عايزين يتعاملوا معاهم. وبتقول تينا بتمثيل الانكسار انها تقبلت الفكرة انها مش هتكون قريبة من هارو كحبيبة، وانها احترمت رغبته ولكن على الاقل ممكن تكون صديقته وتتمنى له الخير. وما هو ابوها بيحاولوا يتقربوا من عائلة هارو وبيقدموا هدايا غالية لاهله، وبيقول ابو تينا بطمع ان هم ممكن يعملوا شغل تجاري كبير مع بعض وشركاتهم تتحد، ولكن والد هارو بيرفض ببرود وبيقول ان الشغل وقت الشغل مش الحفلات. وفجأة الانظار كلها بتتحول ناحية السلم الكبير لما بتنزل يونج وهي لابسة فستان جميل جدا ولونه مميز ومخليها شبه الاميرات، والكل بيبدأ يهمس وبيقول ان هي احلى واحدة موجودة في الحفلة بلا منازع، وبيستغربوا جدا ان هي شبه الملاك في تصرفاتها وشكلها. وحتى هارو بيقف مكانه مذهول وبيستغرب جدا ان النهارده شكلها احلى من اي يوم فات، وقلبه بيدق بسرعة. وبتقول حماتها بفخر قدام الناس انها اختارت زوجة مثالية لابنها وان اختيارها كان في محله. وبتقرب يونج منهم وبتقول لهم انها حضرت هدية بسيطة لوالدة هارو لان النهارده عيد ميلادها، والمفاجأة ان كلهم بيكونوا ناسين اصلا المناسبة دي في وسط زحمة الشغل والترتيبات، وبيقولوا ان كويس جدا انها افتكرت اول عيد ميلاد لحماتها وهي معاهم في البيت وان دي لفتة طيبة جدا منها. وبتفتح والدة هارو الهدية وبتكون مبسوطة جدا بيها، ولكن بعدها تينا بتحس ان البساط بيتسحب من تحت رجلها، فبتقول بصوت عالي ان هي كمان كانت فاكرة وان هي معاها هدية غالية جدا في شنطتها عشان والدة هارو، ولكن لما بتفتح شنطتها بتمثل الصدمة وبتقول الهدية وقعت وانها مش لاقياها، وبتبدأ تصرخ وتتهم يونج ان هي اللي اخدتها وسرقتها لما كانوا قريبين من بعض. وبتقول ان الهدية كانت سلسلة نادرة من الياقوت وان اي حد فقير او طماع ممكن يكون عايز السلسلة دي، وان اختها يونج ممكن تكون طمعت فيها مش اكتر عشان هي محرومة. ولكن والدة هارو بتتدخل وبتقول بحدة انها تطلب منها توقف اللي هي بتعمله ده وانها واثقة في يونج، ولكن تينا بتعلي صوتها بتطلب من يونج انها تفتح شنطتها وتثبت انها مش الفعلة بسرعة لو كانت بريئة. وبتبدأ يونج انها تعيط بانهيار وتمثيل متقن، وبتقول يونج بدموع انها مش فاهمة هي ليه تينا بتعمل معاها كده من اول لما شافتها، وانها ادعت ان هي اختها وحاولت تشوه سمعتها، وكمان دلوقتي بتقول انها حرامية وسرقت هدية، وان هي مش عارفة هي جابت الكلام ده منين ولا ليه الحقد ده كله، وان هي دلوقتي المفروض تثبت لهم ان هي فعلا حرامية فعلا مش العكس. وبياخدها هارو بعيد عن الكل عشان يهديها وبيقول ان هي لازم ترتاح وما تهتمش بكلامهم. واول لما بيطلعوا في الاوضه فوق هارو بيقرب من يونج لاول مره وهو مبسوط مش متضايق، وبيحس انها مظلومه ومحتاجه حمايته. وبيكون والد هارو في الوقت ده تحت بيقول لتينا بجديه ان النهارده عيد ميلاد مراته، انه مش عايز اي حاجه تحصل تضايقه او تبوظ الحفله، ولكن هي بتقول بخبث ان عندها دليل قوي جدا وحقيقي بعيد عن موضوع
موضوع السرقة يخليهم يكرهوا يونج ويطردوها فورا. واول لما بتنزل يونج من فوق مع هارو بتقول تينا بصوت عالي انها جابت دليل من مستشفى الامراض العقلية ان يونج كانت محبوسة جواه وانها مريضة خطيرة. وبيجي دكتور مرتشي من المستشفى وبيقول ان هي فعلا كانت في المستشفى مريضة عنده وان اثار عضتها لسه على ايده لما حاولت تهاجمه. وساعتها طبعا تينا بتبتسم بانتصار وبتقول ان هي كذابة اهو والكل عرف حقيقتها. ولكن يونج بتكون ذكية جدا ومجهزة نفسها للموقف ده وبتنزل على الارض فجأة وبتكمش في نفسها برعب وبتفضل تقول بهستيريا ان هي خلاص اخذت الادوية بتاعتها وان هي مش عايزة تتعرض للتعذيب مرة تانية. وبتتأسف من تينا والدكتور وبتقول انها مش عايزة تتعرض للكهرباء والضرب بسببهم وانهم اكيد مش هيرموها من جديد هناك. وبتقول بصوت واطي ومسموع ان هي فعلا يونج مش لين ولكن هي كذبت وغيرت اسمها عشان مش عايزة ان هم يتعرضوا لها تاني. وفي اللحظة دي بيشغل ابو هارو بروجيكتور كبير في القاعة مقاطع فيديو مسربة وهم بيعذبوا يونج في المستشفى. وبنشوف ان الدكتور ده اللي واقف قدامهم كان بيعنف يونج جدا وبيضربها بوحشية وهي مربوطة. وساعتها الكل بيشهق من الصدمة وهارو بيشوف الفيديو دمه بيغلي وبيقول لتينا بصوت مرعب ان هو مش عايز يشوفها تاني وان هي خدعته كتير ومثلت عليه البراءة وكمان كانت عايزة انها تدمر حياة يونج للمرة التانية وان هو خلاص بيكرهها ومش عايز يشوفها تاني في حياته. وعشان كده بتاخد ابوها وما وبتمشي من الحفلة وهي مذلولة والناس بتبص عليها باحتقار. ولكن وهي خارجة بتتوعد ليونج في سرها انها تأذيها وهتقتلها. وبعد الحفلة دي باسبوع بنشوف يونج وهي واقفة في الشارع مستنية هارو عشان يخرجوا سوا ولكن هو بيكون قاعد مع تينا في كافيه وبينهي معها العلاقة تماما وبيقول ان هو فعلا كان بيحبها زمان ولكن الوضع دلوقتي غير زمان وان هو اكتشف حقيقتها وحقيقة قلبها الاسود. وبيمشي عشان يروح ليونج بس هي بتوقفه بتقول ان هي عندها حاجة اخيرة عايزة تعرفها له وان كل اللي بيحصل ده كان متخطط له من يونج وانها عشان الفلوس عملت كل حاجة ومثلت عليه الحب والضعف. وبيقول هارو ان ده مستحيل وان يونج مش كده فبتطلب منه يفكر في كلامها ويشكك في نواياها. ولما بيخرج هارو عشان يقابل يونج بيلاقي انها بتتخطف قدام عينه وعربية سودة بتشدها وعشان كده بيركب عربيته بيروح ورا العربية اللي خطفها بسرعة جنونية وبيعملوا مطاردة كبيرة لحد لما بيوصلوا المكان مهجور وبيضرب العصابة اول لما بينزلوا من العربية وبيكون بيقاتل بشراسة عشان ينقذها. وفي وسط الخناقة بيكون في واحد غدار هيضربه بعصاية حديد على دماغه من ورا ولكن يونج بتلمحه وبتاخد الضربة القوية على ظهرها مكانه وبتصرخ من الألم وبتوقع نفسها عليه عشان تحميه. وبعد ما الشرطة بتوصل وبتقبض على العصابة بيروحوا اسم الشرطة وهارو بيطمن على يونج بيقول لها ان هو مستحيل يسيب حد يأذيها تاني. وساعتها بتقول يونج بتعب ان هي عندها حاجة عايزة تقولها له وهي ان تينا دايما كانت بتهددها ان هي تخطفها وتقتلها لو ما بعدتش عنه وان الرجالة دي تبعها. واول لما البوليس بيجيب تينا على المكان عشان التحقيق هارو بيتهجم عليها وبيضربها بالقلم وبيقول ان هي خلاص اتجننت رسمي وان الغيرة عمتها وان هو مش عايز يشوفها وهيطلب من اهلها ونفوذه ان هم يرجعوها ابعد نقطة عنه او يسافروها بره البلد عشان مش عايز يشوفوا وشها تاني. وبنشوف تينا لما بتروح الكلية تاني يوم بتقابل اصدقائها ولكن هم بيهزقوها بيتجنبوها وبيقولوا ان هم مش عايزين يشوفوها تاني لان هي بنت مجنونة ومؤذية وان سمعتها بقت في الحضيض بعد اللي عملته. وبعدها بنشوف يونج وهي في بيت هارو واهله بيقولوا ان المهمة بتاعتها خلصت بنجاح وان ابنهم نسي تينا وكرهها وان هي لازم تاخد الفلوس اللي اتفقوا عليها والمجوهرات وسبائك الذهب اللي وعدوها بيها. وبيقول ان كل ده حلال فيها ومش خسارة ولكن هي بتقول بجدية انها لازم تروح للشخص التاني الاول وتصفي حساباتها قبل ما تاخد الفلوس دي. ولما بتكون يونج راكبة العربية بتاعتها الجديدة وماشية في طريق فاضي بتظهر تينا فجأة وهي سايقة ميكروباص مسروق وبتحاول تخبط عربية يونج بكل قوتها عشان تموتها وتنتقم منها ولكن بتظهر يونج قصادها بره العربية واقفة سليمة وبتقول ببرود انها كانت بتجرب القيادة الذاتية وان العربية كانت فاضية وان هي دلوقتي كلمت البوليس وهو جاي في السكة وهتتسجن بتهمة الشروع في قتل مع سبق الإصرار والترصد. وبكده تينا بتنهار تماما ومستقبلها بينتهي. وبتروح يونج بعدها لعميد الكلية وبتطلب منه انها تغير الكلية والجامعة كلها وتنقل لمدينة تانية وفعلا ده بيحصل وبتمشي من المدينة كلها ولكن من غير ما تكون كسبت هارو كحبيب ولا اتجوزته لان هي قررت انها تشوف حياتها الاول وتلاقي نفسها بعيدة عن الانتقام والمشاكل وتعيش بسلام بعد ما اخذت حقها بالكامل.